23 ملي كنشوف باللي من بعد ما دازت ما كملاش عامين على هذه الحكومة هذه كيعاود الشعب المغربي في مدينة فاس بالخصوص، وهي مدينة بطبيعة الحال عزيزة ككافة المدن المغربية، ولكن دائما غيبقى عندها مكانتها. هذه راه فاس هذه، بلا ما نقول باللي هذه الموطن ديالي انا الاصلي، واخا انا زايد في الرباط ولكن والدي من فاس كلاهما، والاسره ديالي خوتي الاولين تزادوا هنا، وانا وخاي اللي من جينا من بعد زادينا في الرباط. ولكن فاس بيا وبلا بيا هي سيدة مدن المغرب، اللي بغى بغى واللي كره كره. الله يرحم السي بها اللي هو امازيغي كان تيقول لي السي عبد الاله اول ما دخل الاستعمار للمغرب تآمر على فاس. فاس كانت هي العاصمة السياسية، السلطان كان في فاس، حيدوا العاصمة السياسية من فاس وداوها للرباط. فاس كانت هي العاصمة الاقتصادية، هنا فين كانت الصناعة التقليدية اللي كانت ديك الساعات، والتجارة وكل شيء كان كيدور في فاس، داوها للدار البيضاء. العاصمة العلمية، شتوا الجامعات في المغرب كامل، ماشي مشكل، كلهم مدن مغربية الحمد لله. ولكن الروح بحال في الحركة الوطنية، بحال في المواجهة ديال الاستعمار، ما عرفتكم واش كتعرفوا ولا لا، أن أول من حمل السلاح في وجه الفرنسيين أهل فاس 1912. 1912 يلا توقعت الوثيقة ديال الحماية، وقعت يعني اضطرابات فاس، ووقعت يعني مشاكل مع الفرنسيين، وقعت لهم مشاكل وقتل منهم من قتل. وهذاك الشيء هو اللي خلى يعني ليوطيم اللي جا كيتآمر على فاس وتيهمش فاس وكيدير كل شيء باش فاس تبقى، والقرويين بالخصوص، وكان كيسميها لا شومبر نوار. ولكن هذيك لا شومبر نوار تيخرجوا منها لا لوميير بلونش اللي هي التي تضيء المغرب الحمد لله، وخصها تكون وخصها تبقى، واليوم راها منتشره في المغرب كامل. هذا هو الاخوان، هذا الشيء اللي شفت اليوم في فاس رد للامل حقيقه. واشكركم شكرا جزيلا من قلبي الخالص، واتمنى ان هذه الشعله تنتشر في كافه ربوع المغرب. ملي كنشوف هذا الشيء الاخوان، باقي ما دازتش عام ونص على هذه الحكومه اللي جات نتيجه الالاعيب والتآمر. انا كنقولها لكم بصراحه، لان السيد رئيس الحكومه قال حنا ما كيحاربوناش التماسيح والعفاريت، انتوما التماسيح والعفاريت اللي جابوكم، ما فيها لا اله ولا حكايه.